طيب تعالى اشرح لك الاحداث بتاعت الحلقه الثالثه والرابعه، وكل حلقتين هينزلوا جداد. هعمل لك برضو شرح الاحداث عشان الناس ما تجيش في النص وتتوه في وسط الاحداث دي كلها. اول سؤال كان بيدور في دماغ الناس اللي اتفرجت على المسلسل على اول حلقتين، هو ازاي اسمه في الحقيقي قذافي وامه بتناديه في المسلسل باسم جابر. هو اسمه في الحقيقي قذافي، بس في المسلسل ما يقدروش يستخدموا الاسم الاصلي عشان ممكن يتعرضوا لقواضي وحاجات كتير من الاهل بتاع السفاح ده. والاسامي بقى اللي هي زي محيي ويوسف وحسن، الاسامي دي جابها منين؟ وهل دي اسامي لناس برضو حقيقيه؟ هو كان باي حد بيقتله كان بياخد شخصيته ببياناته بكل حاجه ويزور بطاقه باسمه وبصورته وبيعيش حياته يعني لفتره طويله. يعني هو دلوقتي مثلا كان عنده صاحب اسمه يوسف، ده كان عايش في الخليج، اللي دايما ابوه دلوقتي بيبلغ الشرطه عشان بيقول ان اخر رساله وصلته من ابنه اللي هو بيقول له انا هاجر واسيب البلد. طبعا جابر هو اللي بعت الرساله دي لابوه من تليفون يوسف. عمل ايه؟ خد الفلوس بتاعت صاحبه كلها بعد ما قتله وانتحل شخصيه يوسف، بقى ماشي في المسلسل باسم شخصيه يوسف. بقى ابتدت اول الخيوط بتاعت الامساك بشخصيه السفاح او شخصيه جابر في المسلسل، وهم اللي كان في ناس بيركبوا مواسير ميه في ارض صحراويه ولقوا جثه مقتوله، وساعتها بلغوا البوليس وطلعت الجثه دي بتاعت مراته هاله اللي كان شايلها في الفريزر. لكن في بقى دليل اقوى من ده قدر يتحقق منه المحامي اللي راح لابو هاله. لو تفتكروا في حدث في الحلقه الثالثه او الرابعه تقريبا، كان ابو هاله راح لمحامي وقال له انه عاوزه يساعده لان بنته مختفت وهو شك ان جوزها هو السبب في اختفاء ورا بنته. ساعتها بقى المحامي خلى ابو هاله يحكي له على كل الاحداث اللي حصلت واخر التطورات حصلت في قضيه بنته. لكن بقى ابتدى يحفر ورا جابر ويدور، واكتشف ان شخصيه يوسف الاصلي بقى اللي هو كان صاحب جابر اللي نزل من الخليج، كان نزل ساعتها كان معاه فلوس عشان يروح يديها لابوه، وفجأة اختفى مرة واحدة من حوالين جابر، وكده مراته برضه اختفت من حوالين جابر. فقدروا يجمعوا خطوط اللي كل الدايرة اللي حوالين جابر بتختفي واحد ورا التاني، وهو السبب او الطرف في كل القضايا دي. زائد بقى اللي جرائم القتل ابتدت تبقى اكتر جراءة في الحلقات، يعني فعلا في جريمة قتل اللي هو كان قاتل فيها البنت اللي كانت بتهدده في المصنع، كانت طريقة بشعة جدا بصراحة. وفعلا قدر يبين لك تفاصيل، يعني هو مثلا مش بيجيب لك صوت بس مثلا ان هو بيضربها بحاجة او بيجيب لك دم بيرترطش وخلاص، لا هو بيجيب لك الطريقة وبيجيب لك فعلا الجثة بتتضرب. ففعلا ابتدت القضايا بتاعت القتل في المسلسل تبقى اكتر جراءة، ودي حاجة من شركة الانتاج او الاخراج فعلا بيخلي لك الحاجة واقعية ويأثرك بيها وتحس انك مرعوب وخايف من اللي بيحصل. اما بقى النظرية اللي بتقول ان زينة مجرد اوهام في دماغ السفاح وكده، فدي مش حقيقية تماما، وده اللي عرفناه في الحلقة الثالثة والرابعة لما زينة اتصلت بزينة نفسها عشان تطمن عليها لما نزل خبر اللي صاحبتها هالة لقوها مقتولة ولقوا جثتها. فهي قلت على بنتها جدا وقالت لها انت كنت قايلان ان انتوا الاتنين مسافرين دبي عشان تعملوا مسلسل هناك، ازاي هي لقوا جثتها هنا في مصر؟ فهي ابتدت تقلق عليها. ساعتها زينة اضطرت تكذب لان السفاح كان قاعد جنبها، وقالت لها ان هالة كانت مفهماها انها تكلم اهلها وتقول لها كده عشان هي عايشه مع واحد تاني في بيته في مصر، فهي مش عاوزه اي حد يعرف القصه دي. وبرده في الحلقه بيبين لك ازاي جابر يوصل للمرحله من البرود اللي عنده ده اللي هو يقدر يقتل بدم بارد تحس ولا كانه عمل حاجه. وجاب لك مشهد لامه زمان لما كانت بتتخانق مع ابوه وموتته قدامه بدم بارد، فهو فعلا يعني زي اتشرب بالامراض النفسيه دي وبقى عنده زي انفصام او حاجات كتير وشرب كل التربيه دي. وده بيبين لك في المسلسل ان الاهل برضو كل حاجه بيعملوها بتاثر على الولاد. والمشهد بتاع القتل بقى بتاعت ام جابر لما قتلت ابو جابر وهو صغير وشافه، سببت له زي ما بيقولوا كده متلازمه اوديب، اللي هو بيجي قدام امه بيحس برهبه وخوف وفعلا بيبقى منحني قدامها. عشان كده اي حد بيهدده زي فاديه كده لما جت تهدده بالفلوس بتاعتها قالت له ليه هتحكي لامه، فقال لها طلعها من ورا الحوار ده لان هو بيترعب جدا منها بسبب الموضوع ده. المهم فالملخص بقى بتاع جرائم القتل اللي حصلت في الحلقه دي، شخصيه جابر موتت اللي هي فاديه والواد الصنايعي اللي هو كان بيسال عليها جوه في مشهد. الصراحه يعني في شخصيه فاديه كانت شخصيه عندها طابع اللي هي غلبانه كده، فصعبت على ناس كتير من المشاهدين قوي واتاثرت بالمشهد بتاع الموت بتاعها. في جرائم القتل اللي حصلت في شخصيه يوسف، هي البنت بتاعه المصنع اللي هي بنت الراجل ابو دقن اللي في المصنع دي اللي كانت بتهدد جابر على الواتس بتقول له انها تفضحه وكل ده، هي دي بقى اللي ماتت في شخصيه يوسف. فكده الجرائم بتاعه القتل حصلت في شخصيه يوسف في البنت بتاعه المصنع، وشخصيه جابر في اللي هي فاديه والواد بتاع العامل بتاعه. بس كده سلام. ما تنساش بقى في اخر الفيديو تعمل فولو عشان كل الفيديوهات الجديده اللي تنزل توصلك وتعرف تتفرج كده وتتابع الاحداث.